ها هو رمضان في العد التنازلي للرحيل، يرحل والقلوب معه. نعم أيها الأحبة، بالأمس نستقبله واليوم نودعه. إن معاشر الأحباب هذه هي الحياة، لكن العبرة بالخواتيم، فإن بعضنا قصر والجميع منا غير راضي على نفسه. لكن أما نستغل ما بقي من رمضان؟ إننا معاشر الأحبة بحاجة إلى أن يكون حزننا على فراق رمضان عاطفة مترجمة إلى واقع عملي يؤثر فينا، نندم على التقصير ونعزم على ألا نعود ثم نتوب ونستغل الباقي من العمل الصالح. اختم بتوبة نصوح، ولو لم يبق إلا سويعات، ولو لم يبق إلا أيام. اختم بالذي هو خير. أنت في أفضل مواسمه وأفضل أثلاثه، الثلث الأخير منه. ما أجمل الختام الجميل مع ندم وانكسار، ولربما ليلة القدر آخر ليلة فيه، وما أدراك فلربما تكون آخر ليلة، فإنها تتنقل بين الأوتار على الراجح والأشفاع. وأهمس في أذن كل من أدرك رمضان: هل لا زال في قلبك ضاغينة؟ هل لا زال في قلبك بغض لمؤمن من المؤمنين؟ أخشى أن الناس في يوم العيد سيفرحون، إلا أنت فقد حرم الله عليك الفرح. هل هناك أناس حرم الله عليهم الفرح في العيد؟ إي والله، إن القاطع والهاجر والمتدابر مع المؤمنين حرم الله عليهم الفرحة، إن كان رحم فإن الله قد لعن القاطع. والحبيب يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا جنة الدنيا ولا جنة الآخرة. وبعضنا هاجر ولمؤمن من المؤمنين، والحبيب سمى الهجر الحالقة، قال: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. بادر بالتوبة من هذه الكبيرة التي تحيل العيد إلى ركام، وتحيل العيد إلى آلام، وتجعل ثوبك ولو كان جديد فإنه قبيح. الناس يقولون من الفائزين، من العائدين. الفائزين من فاز في رمضان. من هو ذاك الذي يأتي ربه بقلب جميل وسليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك لا بد أن يكون سليما من البغض، من الحسد، من الرياء، من كل الأدواء. أدعوك وأدعو نفسي أن نشعر في العيد بفرحة. يقول إنسان: ليس بيدي أن أفرح، لا، بيدك وبيدك أنت أن تفرحي. يوم أن نبدأ في العيد بصلة من كنا نقطع ومن كنا نهجر ومن كنا ننابذ، ابدأوا بهم. فالحبيب يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ثم اعزموا بعد العيد على أن تفتحوا أبواب الطاعة لا أن تغلقوها، فلسنا عباد رمضان، نحن نعبد الملك الديان. ولكن أبشروا وأملوا، فإن رحمة الله واسعة. والبعض منا يلتفت على ما مضى من رمضان متحسرا. أقول له: هناك عبادة من أجل العبادات، هذه العبادة تجعلك تستدرك ما مضى، بل ولربما تعطى أجور من عمل مثلهم، ولربما أيها المؤمن أن يجعل الله تقصيرك حسنات. كيف ذاك؟ إني أدعوك إلى التوبة. اختم رمضان بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وربي كريم إذا رأى عبده قد أقبل إليه بسط يده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عزاء لكل مقصر مذنب، وجميعنا ذاك الإنسان. لكن بعضنا كان تفريطه ظاهر. إذا رأى الآن الناس في الختمات يختمون، ورأى المعتكفين، ورأى ما بقي إلا ليلة أو ليلتين، بدأت الحسرات في قلبه، وأتاه الشيطان وقال: أنت ما في أمل. لا، إياك أن تقنط من رحمة الله، فإن ربي يغفر الذنوب جميعا، وأظلم الناس لنفسه من ظن أن الله فيه ذنب لا يغفره سبحانه. عد إلى الله وانكسر بين يديه. بعض الناس في رمضان مضى ما أدرك إلا الليلة الأخيرة، فبكى ونشج وسأل الله جل وعلا أن يغفر له ما مضى. يقول: فذقت حلاوة الشهر في ليلة، لما
أن تاب الله عليه. وإذا تاب الله عليك لتتوب فقد شاء ربي وأراد بك خيرا. أبشروا فإن رحمة الله قريب من المحسنين. أبشروا فإن الله جل وعلا علم منا الذنب، فلما رآنا نذنب من رحمته بنا ما أخذنا أخذ عزيز مقتدر، أمهلنا، وما أمهلنا إلا لأنه يحبنا ويريدنا أن نعود إليه. ففروا إلى الله، والله ليس لك إلا الله. إن أذنبت فليس لك إلا الله، إذا تبت فليس لك إلا الله، إن صليت فليس لك إلا الله، إن ضعفت فليس لك إلا الله. فقل يا رب تب علي لأتوب، ودبرني فإني لا أحسن التدبير، وارحمني يا من رحمته وسعت كل شيء. يسكب في قلبك الرضا والإيمان والنور. ولا تقنط، ولا يأتينك الشيطان فيقول فعلت كذا وفعلت كذا. إذا بدأ يعدد عليك الذنوب قل له ولكن الله كبير ورحمته أكبر، ورحمته وسعت كل شيء. في ختام شهرنا يشرع لنا أولا أن نكبر الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. أن تحمد الله إذ أبقاك وابتلى بالأسقام في نصف رمضان، بعض الأمراض رحلت بأصحابها، وأنتها أنت تصل بحمد الله ومنته. كبر الله، احمد الله، اثن على الله، ابحث عن الثوب الجميل، فغدا عيدنا، والعيد فرحة ولا يأتي أحد ليسرقها منا. سنفرح، وقل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح وجوبا لأننا أمة شاء الله لها أن تدخل موسما من مواسم الجنة، وأن تفرح فيه في تمام العدة. للصائم فرحتان، أول فرحة يوم فطره، يوم عيد الفطر، أكمل الله له هذه الأيام. إن منكم أيها الصائمون الآن يا من تستمعون إلي، منكم من وجبت له الجنة وأعتق من النار يقينا. وقد ورد في الحديث أن الصائم إذا خرج من صلاة العيد نادت ملائكة الرحمن وهم في أفواه السكك أمة محمد لروح وريحان ورب كريم غير غضبان. البس الجميل، واطعم جميلا أيضا، وابتسم، وانشر الفرحة في نفوس الناس. سلم على كل من تجده من المسلمين، سلم على المحتاجين، سلم على المرضى، عودوهم، امسحوا على رؤوسهم وبشروهم، ما نقص من أجركم شيء. قولوا للفقراء اليوم نقتسم وإياكم الأجور. وكم من فقير قليل ذات اليد لربما في عليين، وآخر ما استطاع أن يصل إلى تلك الدرجات العلى. أبشروا وأملوا واسألوا الله القبول، فكان السلف الصالح عليهم رضوان الله يسألون الله القبول 6 أشهر، ثم يسألونه بلوغ رمضان 6 أخرى. اللهم بلغنا رمضان القادم، واختم رمضان هذا لنا بتوبة نصوح، وارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واجعل عيدهم عندك جنات النعيم.